صباح الفل يا ألف مبروك يا سعادة البيه، ألف مبروك. يا كبرنا. أخيرا اترفعت الحراسة ورجعت الأموال لأصحابها. متشكر اتفضلوا. متشكرين يا عم. اعملي ايه يا ثانية؟ حاضر يا سيدي. قهوة ايه يا عم؟ احنا عايزين نشرب شربات. هو في مناسبة أحسن من كده؟ حاضر. ثانية. نعم يا سيدي. نعم. اسمعك. ايوه يا سيدي. اعملي شربات. حاضر. بقول ايه؟ نعم. كش ايدك في السكر. حاضر. سعر اللي من دول بقى فوق خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. ألف مبروك. ألف مبروك. اتفضلوا. اهلا. يعني يا اخوانا بقالكم مدة طويلة ما تسألوش، سنين طويلة ما شفتكوش. أصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم، ما نسيبكش ابدا. طبعا ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر. وكانت فرحتنا تكمل لو كان البيه الصغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحة سعادتك دلوقتي؟ بومب والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه من اعيان المحموديه مركز البحيره؟ عاوز حاجة؟ انا شعبان قريبه من محموديه مركز البحيره بجوار الاسكندريه. يا حنن. يا حنان يا جدع انت شايفني بقول لك لله، بقول لك عايز ابو الغطريفي. سيبه يا محمد، خليه يخش. هو خاس علينا حاجه؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريفي بيه فين؟ ابو الغطريفي بيه. يا اهلا وسهلا ازيك يا ابو الغطريفي؟ اهلا وسهلا اهلا بيك. اهلا بيك. والله يا ابو الغطريفي بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا. انما قول لي يا ابو الغطريفي، حاجات كتير رجعوها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده، انيالك. بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فلا الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه من ساعه ما كنت جيت ادي في مكتب التنسيق. قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات؟ انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبوا لي شربات. حكم انا يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي، مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو، ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه وانا ايه بقى؟ يا شعبان نعم. قلت لك احنا متشكرين. وانا بقول لك العفو. فانا بقى ايه بقى؟ البيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه. يعني امشي؟ تعيش ونجاملك. طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله بديل؟ وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضه يهمنا راحه البيت. ما نلزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريفي بيه. متشكرين يا اخويا. طب يا سيدي ربنا يخليك ليلي. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. اعذروا يا سعاده البيه، ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه انا لازم اتغدى، ميعاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البيه.
هو في هنا مطعم قريب قوي من الفيلا انما رخيص قوي. عارفينه يا عمي. مع عارفين يا عمي. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا ينظفوا لي البيت. حاضر يا صاحبي حاضر. مع السلامه. واحد عايز يلبسني عشان يخرج العربيه. الجزمه الجزمه يا اسطى، الجزمه الجزمه يا اسطى، الجزمه الجزمه يا اسطى، الجزمه. اروح اسكندريه بفردتين جزمه، ارجع بفرده واحده. شعبان اتأخرت كده ليه؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ انا عارف يا زينب، رحت يا جامل نشلوا مني جزمتي، رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتمشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى، نعم. ابويا اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ هو انا في ديك الساعه لما اتجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كام منه في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع قال يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه، ممكن اروح له بزنوبه؟ ابقى رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان. ما تجيبي قبلي. وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقول ايه يا عم؟ لا اله الا الله. انا عندي فكره انك زميل زينب في الشغل. الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوبه وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاتنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه خلاص، الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عم؟ هو انا هتعين في الحكومه؟ وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي، انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 ساعه، تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بنتك خلاص دلوقتي هتتمسك بالحاجات دي، وحياه النعمه دي بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها. حد لاقي عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك،
اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. جه ابويا مات وامي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع نادي، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عندي، اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب نقعد في اوضه. ايه شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا ولد. كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبريت منها على حظ انا؟ ده احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دورة الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصاله. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه. كده برضه تكسفني يا عمي؟ مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي، مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري وراها ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب رينا اعمل ايه؟ اضل واد حكمته. ده قال لي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه. يا اخويا بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعالى نحط دماغاتنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتنا؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل. احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي. من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب، يا زينب، عودي يا زينب، عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. العب السلامة يا سعادة البيت، العب السلامة. اهلا يا سعادة البيت. اهلا يا سعادة البيت. ده ايه النور ده كله يا سعادة البيت؟ اهلا بيك. اهلا. هتشتغلوني ولا ايه؟ ورايا في كل حته. واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمه من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينه ده؟ ده فل وياسمين يا سعاده البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وشم سيادتك. روح ازرعوا حاجه مفيده ليها فايده، رغيم ملوخيه، شويه باميه، مش تقول لي نظر وشم. معاك حق فعلا يا سعادة البيت، معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحيه طيبه وارجو ان تكون بخير. وبعد أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسه جميع املاكنا واقوم الان بالتصفيه، وسيتم بيع كل شيء خلال هذا الاسبوع، وما ان احصل على المال حتى اتي اليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مره اخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما انك قد مت فعلا، والحمد لله ان هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. اوصيك بنفسك حتى اراك قريبا جدا جدا باذن الله. والدك الغطريفي. صباح الخير. ليك 5 تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا ست؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير.
عبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مره واحد طلع على المعاش ما عرفش ينزل. حلوه حلوه، بلاش بلاش. طب مره واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زياده يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها زينب، لقيت الحل، هجيب الشقه بس في عبد جاه النبي خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني، ده احسن من ساعه انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش، انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت بس، انا هصطرف معاه، ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك. ايه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبه القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش، خير. خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله، ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير، هي الحنفيه حامل؟ لا، محتاجه قلب. عندكوا قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا، خد 3 جنيه بتوعك اهم. اتفضل اتفضل. يا بنت امشي امشي. مع السلامة. 3 جنيه تصليح حنفية يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان؟ سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده انا راجل محترم. ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب ب ت. ده كفايه الاستاتيكا والديناميكا ومركز الثقل وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت بالك نافش ريشك كده. تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه، هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحايل على ابوكي كمان مره. تحايل على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟
جات له ازمه بالليل والدكتور عنده فوق. هي دي اول ازمه له، ده ب7 ارواح. خير يا دكتور؟ الباقيه في حياته. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا، الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني، الباقي في حياتكم، ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصورة على دماغتكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير، ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه. طبعا حوالي 6 مليون ونص. 6 مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا، المعزه خلصت. سعيكم مشكور. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الجواد؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انت بقى. بقول ايه يا ابو عبد الجواد، هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكم في الاخره. ها خلاص ما بقاش في حد؟ خلاص كلهم مشوا. طمني، كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. اقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي. احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثه الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثه من بعيد. احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من الحواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومه. يعني بعد التصفيه كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا. يطيروا من قدام عينينا عوانطه. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات. يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس. ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان مات في الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومة بريالة عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومة الانسان مجموعة اوراق، شهادة ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقة شخصية الى اخره. مظبوط. مدام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسة، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟
سيبي العملية دي عليا أنا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبه خطره جدا علينا. ولا خطر ولا حاجة، وحتى لو كانت خطرة عليه مش علينا احنا، لأن المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ انا موافق. انا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكايه زي دي؟ موجود، وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة.